تخيل إنك نايم في أمان الله وفجأة المنبه ضرب. في اللحظة دي جسمك مش بس بيفتح عينه، ده بيحصل انفجار كيميائي داخلي جبار. غدتك الكظرية بتبخ هرمون الكورتيزول في دمك فوراً عشان ترفع ضغطك وتجهز عضلاتك للحركة، ومخك بيبعت نبضات كهربائية سريعة عشان ينفض خلاياك من حالة السكون. انت بتبص للمنبه بزهق، بس جوه جسمك في غرفة عمليات بتعلن حالة الطوارئ القصوى عشان بس تقدر ترفع ايدك وتطفي الزرار. اليوم بدأ بمعجزة حقيقية وانت لسه حتى ما لمستش الأرض برجلك، وكأن جسمك بيقول ليك يلا يا بطل، المصنع فتح أبوابه. أهدي أول دهشة في يومك. أول حاجة بنجري عليها بتكون القهوة، فاكرين إنها بنزين الطاقة، بس الحقيقة إن القهوة نصابة شاطرة جدا. طول ما أنت صاحي في مادة اسمها أدينوزين بتتراكم في مخك وبتقول لنفسها إنك تعبان. الكافيين بيروح ببلطجة يقفل مفاتيح المادة دي، والمادة دي بتقول لنفسها اركني على جنب. يعني القهوة ما بتديكش طاقة جديدة، هي بس بتكتم صوت التعب في ودنك وتضحك على مخك شوية. وعشان كده لما مفعولها بيروح بتحس بهبدة التعب مرة واحدة، لأن الأدينوزين كان واقف مستني ورا الباب، وأول ما الكافيين مشي هاجم على مخك كله مرة واحدة. ما حصلش تجديد للطاقة، ده كان وهم مستريح. ليه بنجوع في مواعيد ثابتة وليه بنحس بالنشاط الصبح والخمول بالليل؟ السر في النواة فوق التصلبية، دي ساعة بحجم حباية الرز في مخك ومربوطة بعصب عينك. أول ما الضوء يدخل عينك الصبح المايسترو ده بيدي إشارة لكل خلية في جسمك إن الوردية بدأت. الساعة دي هي اللي بتتحكم في حرارة جسمك وهرموناتك وحتى قدرتك على التركيز. لو سافرت بلد تانية أو سهرت بزيادة أنت بتبوظ النوتة الموسيقية بتاعت المايسترو ده، وعشان كده بتحس إنك مخلوع من مكانك ومش طايق نفسك، لأن جسمك لسه شغال بتوقيت قديم بيحاول يصلحها بس بياخد وقت. ركبت الميكروباص أو دخلت المكتب ولقيت المدير مكشر، فجأة لقيت نفسك قفلت زيه. دي مش نفسنا، دي تكنولوجيا الخلايا العصبية المرئتية. مخك فيه خلايا وظيفتها إنها تشفط مشاعر اللي قدامك وتقلدها عشان تخليك تفهم هم حاسين بإيه. يعني أنت حرفياً مراية للي حواليك. لو قعدت مع ناس مبهجة هتلاقي نفسك بتضحك لوحدك، ولو قعدت مع نكدية طاقتك هتخلص في ثواني. ده سيستم حماية اجتماعي مخلينا نحس ببعض، بس أحياناً بيكون عدو لينا لو ما خدناش بالنا بنقضي يومنا مع مين. المناقشة في الموضوع ده واضح إنها مش تبعك، ده مخك اللي بيقرر. أكلت ساندويتش سريع في نص اليوم ونسيته، بس معدتك وجهازك الهضمي بدأوا ملحمة. جسمك بيفرز أحماض قوية جدا تقدر تدوب المعادن، بس معدتك محمية بغشاء عبقري بيمنعها تهضم نفسها. في ثواني الأكل ده بيتحول لذرات وجزيئات بتمشي في دمك عشان تروح تغذي صباع رجلك الصغير أو خلايا مخك اللي بتفكر دلوقتي. انت بتسميه أكل تيك أواي، بس جسمك بيتعامل معاه بقمة الاحترافية والتحليل، كأنه لاب كيميائي شغال بأقصى سرعة عشان يحول العيش والجبنة لطاقة حياة بتنور كيانك كله. ما بتحسش بكل ده، بس هو بيحصل فعلا. الساعة بتيجي 3 أو 4 العصر وبتحس إنك محتاج سرير فوراً. الكل فاكر إن ده بسبب الأكل، بس الحقيقة إن ساعتك البيولوجية عندها نقطة ضعف مبرمجة في الوقت ده. درجة حرارة جسمك بتقل شوية والنشاط الكهربائي في مخك بيهدى، وكأن جسمك بيقول ليك محتاجين ريستارت سريع. الشعوب اللي بتعمل قيلولة فاهمين جسمهم صح، لأن 20 دقيقة دول هم اللي بيشحنوا البطارية لباقي السهرة. بدل ما تقاوم بالتفكير أو القهوة، جرب بس تغمض عينك وتسمح لجسمك بيعمل الصيانة الدورية بتاعته في مية هادية، بيصلحها ويهيئها عشان تكمل بتركيز. ماشي في الشارع وحسيت بنغزة إن في حد باصص عليك، التفت ولقيت فعلا حد باصص لك من بلكونة بعيدة. ده مش سحر، ده مخك العبقري. عقلنا الباطن بيرصد آلاف المعلومات في الثانية من غير ما نحس، حركة شجر أو صوت خروشة أو حتى تغيير بسيط في زاوية الضوء. مخك بيحلل كل ده وبيبعت ليك إحساس غريزي بالخطر أو المراقبة عشان يحميك. إحنا بنسميها حاسة ستة، بس العلماء بيسموها نظام الإنذار المبكر اللي اتطور فينا من آلاف السنين عشان يحمي أجدادنا من الحيوانات المفترسة، ولسه شغال في مخك دلوقتي وإنت في عز المدنية. أول ما بتحط راسك على المخدة وتدخل في النوم، في فريق تنظيف بيدخل مخك. الخلايا العصبية بتصغر في الحجم عشان تفسح مكان لسائل اسمه السائل الدماغي الشوكي يغسل مخك من السموم والفضلات اللي اتجمعت طول اليوم.
لو ما نمتش كويس السموم دي هيفضل وجودها وتخليك صاحي مصدع ومش مركز، كأنك سبت شقتك من غير تنظيف وفتحتها الصبح لقيتها زبالة. النوم مش ضياع وقت، ده حمام كيميائي ضروري عشان مخك ما يعطلش ويتحرق من كتر الشغل والضغط. ما بتحسش بالعملية دي، بس هي أهم الصيانة لنفسها. ليه بنشوف أحلام غريبة ومملة أحياناً؟ لأن ده وقت الأرشفة. عقلك الباطن بياخد كل مواقف اليوم وبيربطها بذكرياتك القديمة وبيمسح اللي ملوش لازمة ويثبت المعلومات المهمة. الأحلام هي الطريقة اللي مخك بيحل بيها مشاكلك النفسية والعاطفية أوفلاين، كأنك فاتح برنامج مونتاج كبير وبتقص منه المشاهد اللي مش عجباك. من غير الأحلام ضغوط الحياة كانت هتخلي عقلنا ينفجر من كتر الكركبة والملفات المفتوحة اللي ملهاش نهاية. احترامها واجب لأنها بتحميك من الجنون. لما تحلم انت كده بترتب نفسك من جوه. في نهاية اليوم بص لنفسك في المراية واعرف احترامها واجب للكيان اللي شايلك ده. انت مش مجرد موظف أو طالب أو حد بيقضي يومه وخلاص، انت سيمفونية كونية شغالة بدقة مذهلة. كل نهجة وكل دقة قلب هي رسالة حب من جسمك ليك عشان تكمل. خليك دايما عايش بدهشة في تفاصيلك البسيطة، واعرف ان الحياة هي المعجزة اللي بنعيشها كل ثانية من غير ما ندفع تمنها. لو عجبك الفيديو خلاك تبص ليومك بشكل مختلف، ما تنساش تشترك معانا وتفعل الجرس. ما عندكش حجة بعد كده انك ما تحققش صفائك الذهني. سلام يا بطل.